الديب ويب مش ألطف مكان. بما اني بتابع اليوتيوب من صغري، فكان كل كام سنه يطلع ترند وتلاقي كتير يوتيوبرز بيتكلموا عنه، وتلاقي واحد بيقولك المكان ده مش طبيعي، انا لما دخلت الديب ويب، ويبدا يكلمك كانه بيتكلم عن قصر الكبابجي او مطعم في منطقتهم. هو يعني ايه اصلا دخلت الديب ويب؟ يعني انا لما ادوس ضغطتين على متصفح جوجل كروم ببقى كده دخلت الويب، ولما اعمل نفس الحاجه مع متصفح تور ابقى دخلت الديب ويب. وغير كده متصفح تور ليه اكتر من استخدام، لانه بيخلي اتصالك بالانترنت امن اكتر، وبيديك مميزات بتحلك خصوصيه اكتر. يعني انت تقدر تستعمل متصفح تور بالظبط زي ما بتستعمل جوجل كروم. طيب وبالنسبه لقصص أليس في بلاد العجائب اللي الناس بيحكوها عن الديب ويب دي ما اقدرش انكر ان جزء منها بيكون حقيقي فعلا، لكن بيكون في مبالغه حبتين. الديب ويب مكان جميل جدا لحد ما تحمل منه صوره تخلي جهازك مليان تامر حسني. بس في حاجات تانية تقدر تعملها، يعني زي مخدر، زي انك تتصفح بكل حرية في موقع بيبيع بشر. انا عارف ان الموضوع اتهرى فيه كتير، ولكن انا جاي اقولك ما تصدقش اي حاجة تتقالك عن الموضوع ده. ايوه انا ممكن اكون بهزر وبتاع، بس في حاجات هناك ما ينفعش انسان سوي يشوفها ابدا. اي حاجة تيجي على بالك لما اقول كلمة فساد فهي موجودة هناك، ولكن النقطة هنا انت اللي لازم تبحث عنها. فلنقل ان انت شخص معافى ربنا يحفظك، مش تحت ادمان اي شيء، بس انت عندك فضول تعرف اسعار السكر هناك عاملة كام. اكيد مش بتكلم عن السكر بس، تمام، انت عندك فضول وده شيء احترمه. انا مشكلتي مش هنا، انا مشكلتي مع الناس اللي بتستغل اي حاجه عشان تطلع محتوى. طيب سؤال للناس اللي بيتكلموا عن الغرفه الصفراء والغرفه الزرقاء والحاجات اللي بتثير فضول المستخدمين العاديين اللي زينا، انت عارف ان انت بتورط نفسك اكتر من اي حد تاني لما تعمل فيديو عن الشيء ده؟ شيء بخطوره اللي انت بتحكيه ده بيثير تساؤل ناس كتير، هو انت دخلت مكان زي ده ازاي؟ لاني حابب اوضح للساده المشاهدين والمشاهدات ان مفيش حاجه ببلاش في المكان ده. انت لازم تدخل وانت معاك شويه من العملات الرقميه عشان تقدر تشتري حاجة أو تشترك في حاجة في العالم المظلم ده. فبالتفاصيل الغريبة اللي بنلاقيها في قصص يوتيوب عن المكان ده، فأصحاب القصص اللي بيدعوا إنها تجربتهم الشخصية في ورطة كبيرة حبتين. هو أنت بجد دخلت مكان زي ده ودفعت فيه فلوسك عشان بس تعمل محتوى، ولا ألفت القصة دي أو سرقتها من حد تاني وادعيت إنها قصتك عشان بس تعمل محتوى؟ في كلتا الحالتين كما يقول المثل برو إز كوكد. ففي المرة الجاية اللي تسمع حد فيها بيتكلم عن الديب ويب هنا في المنصة دي لازم تفكر شوية. كلنا كصناع محتوى نشترك في حاجة لا يختلف عليها، ان احنا عايزين مشاهدات، ودي حاجة كلنا عارفينها ومش حاجة عيب او طمع مننا. احنا بنبذل قصارى جهدنا في سكريبت وتسجيل ومونتاج وصورة مصغرة وحاجات كتيرة توجع الدماغ عشان المشاهد يستمتع او يستفاد من الفيديو اللي بيشوفه، بينما احنا نستفاد بمشاهدته. ولكن طرق كسب المشاهدات دي تختلف من شخص للتاني. ممكن الشخص يكذب او يسرق محتوى او يقول حتى كلام هو مش مصدقه اصلا عشان بس يعمل اثارة جدل ويجيب مشاهدات مش اكتر، وبالنسبة لي دول اسوأ صناع محتوى على الإطلاق. نرجع لموضوع الديب ويب، هل هو فعلا خطير للدرجة دي؟ إجابة السؤال ده هي نعم ولا. هتسألني إزاي؟ هقولك إن الموضوع بالظبط عامل زي البحر، أنت على الشط أو على أول المية وغير معرض للخطر، لكن لما تبدأ تتقدم لقدام شوية بالذات لو أنت مش بتعرف تعوم هيكون الوضع أخطر عليك. وتشبيه العوم أو السباحة هنا أقصد بيه إنك ما تكونش مجرد مستخدم، وتكون عارف إزاي تحافظ على نفسك ومعلوماتك وكمان جهازك، لأنك كلما دخلت للأعماق لازم تكون لا تقل معرفة عن حيتان التقنية اللي جوه. اغلب المعلومات اللي اعرفها فيما يخص الديب ويب هي سطحيه مش اكتر، ولكن على الاقل هي فعلا من تجربتي الشخصيه، لانه جت عليا فتره كنت مهتم جدا بالشيء ده، مش من ناحيه الاو ماي جاد ديب ويب سو كول، على قد ما كان فضول من ناحيه اني اعرف اليه عمل المتصفح ده وازاي بيشتغل. ويا ريتني ما عرفت. الموضوع يصدع شويه. بعيدا عن الامور التقنيه خلينا نطلع بالصوره بره اكتر. تور براوزر ما كانش معمول لكده اصلا، ولكن الانسان العنصر البشري اللي بيدخل في اي حاجه يخير. فزي ما كنت بقول في اول الفيديو، الديب ويب مش ألطف مكان، فلو عندك فضول تدخل العالم ده ما انصحكش تجرب لو انت ما عندكش علم كافي في ازاي تأمن نفسك جوه، والا جهازك هيبقى مليان تامر حسني. في الفيديو اللي فات كنت بتكلم عن تجربتي مع النوم بالنهار والصحيان بالليل وما الى ذلك، بس ما توقعتش الفيديو يضرب بالشكل ده، بالذات ان قناتي لسه جديده الى حد ما. فلو انت من الناس اللي اتعرفوا على قناتي من الفيديو ده، حابب ارحب بيك في قناتي وشكرا على دعمك. ولكن كان في كومنت استفزني جدا على الفيديو ده: حبيبي كل معلوماتك غلط، السبب اللي يخلي عندك نشاط بكل بساطه انك تنام كثير. شوف، اول شيء وقت النوم لازم يكون 6 ساعات. ليش؟ لانك يا مخبول جالس تدمر نفسك وجسمك نفسك لامراض كتير زي الاكتئاب. واللي يقول مثلا انا ارجع من المدرسه تعبان، السبب هو ان جسمك فيه خمول او انك انت المثال الحي. ليه لازم ما تعملش كومنت قبل ما تشوف فيديو؟ حرفيا نص الفيديو انا موضح فيه ليه ما ينفعش تعمل حاجه زي كده، واتكلمت عن اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل لك بسبب ده، وفي الاخر يجي الاخ يدعوني مخبول وكاني بروج لحاجه زي كده.
المهم لو انت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدني وبيحفزني اعمل فيديوهات اكتر. كان معاكم لوريم واسمي الحقيقي خالد بالمناسبة، ويلا سلام.